ولماذا تسكتون على هذا الظلم؟ أما سمعتم حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وكيف سنسمعهم كلمة العدل وهم في قصور مشيدة؟ تتجمعون أمام هذه القصور، لا يتخلف منكم أحد، وترفعون أصواتكم، وما ضاع حق وراءه مطالب. ما زلت تحرض الناس علينا يا أبا ذر. إنه يزيد بن معاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في الشام يا أبا ذر. الأمير معاوية يدعوك لمقابلته، فهل تفضلت بالمجيء معي؟ لا تذهب معه يا أبا ذر. نعم، إنها مكيدة. ها؟ يا أبا ذر، هل يرفض أحد من المسلمين دعوة أمير الشام له في بيته؟ إنك ضيفنا وواجب علينا إكرامك. مرحبا بأبي ذر الغفاري صاحب رسول الله وعالم الأمة ومعلمها. السلام على من اتبع الهدى يا معاوية. علمنا أن لك علينا عتابا، فأردنا أن تعرض عتابك أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد، فهذا خير من أن يتبعثر الكلام ويكثر القيل والقال وتحدث الفتن في بلاد المسلمين. تعلم يا معاوية أني ما جئت لأحدث الفتن في بلاد المسلمين، بل لأرد الحق لأصحابه. وأي حق هذا الذي ضيعناه؟ انظر إلى قصرك الذي تعيش فيه وأنت تعرف ما نقصده. هو بيت الحكم فقط، ولن آخذه معي إن رجعت إلى المدينة. وأموالك وما أنت فيه من نعيم، من أين حصلت على كل هذا؟ إنها أموال المسلمين، وفقراؤهم أولى بها منك. وأنت تقرأ في القرآن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنها آية أنزلت في أهل الكتاب. بل أنزلت فيهم وفينا وفي الناس أجمعين. ألا تعرف يا أبا ذر أن كلامك يثير الفتنة في الشام، والفتنة أشد من القتل؟ إنما تهلك الأمم بضياع الحقوق لا بقول الحق، وما أفلح قوم ضاع الحق بينهم. يجب أن تكف عن تحريض الناس وتهييجهم علينا، فتكون سببا فيما لا تحمد عقباه. لن أكف أبدا عن قول الحق والمطالبة برد المظالم والحقوق لأصحابها. العدل أساس الملك يا معاوية، ولا عدل في بلد يزيد غنيه غنى ويزيد فقيره فقرا. تصورت أنني سأحل مشكلتي مع أبي ذر بهذه المناظرة. نعم، ولكنها مع الأسف جاءت بنتيجة عكسية، فما حققت ما كنا نرجوه من إبراء ذمتنا أمام المسلمين. حقا فقد عمت أخبارها الشام، وازداد إقبال الناس على أبي ذر، وتضاعفت محبته في قلوبهم، بينما زاد سخطهم علينا. إنه يستقوي بهم ويستقوون به علينا، وأخشى يا أبي أن يعزلك أمير المؤمنين عثمان من ولاية الشام بسبب هذه الفتنة. هذا ما أخشاه أنا أيضا، ولكن ماذا يمكن أن أفعل؟ تزيد عطاءك للفقراء من بيت المال، فيملأ الطعام أفواههم، فلا يملؤوها بالخوض في سيرتك. أكون بذلك قد ضعفت أمامهم وأمام أبي ذر، والضعيف لا يستطيع أن يحكم، وكلما أعطيتهم سيطلبون المزيد. إذن تطرد أبا ذر من الشام؟ بل أفكر في أمر آخر يخلصنا منه دون أن يهيج علينا الناس. هل حقا ستغادرنا يا صاحب النبي؟ نعم، ولا حيلة لي في ذلك. هل طردك معاوية من الشام؟ لا، ولكن أرسل لي أمير المؤمنين عثمان بن عفان
يستدعيني إلى المدينة. وهل عرفت السبب؟ لم أعرف، ولكن ما دام قد فعل ذلك فلا بد أن معاوية قد اشتكاني إليه. عاد أبو ذر من الشام إلى المدينة المنورة، فدعاه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الخليفة يخشى إثارة الفتن والاضطرابات في شتى بقاع الدولة الإسلامية، ولهذا عرض على أبي ذر أن يبقى بجانبه في المدينة يساعده في شؤون الحكم بدلاً من مجابهة الولاة ومعارضتهم. لا حاجة لي إلى الدنيا يا أمير المؤمنين، إنما أخشى على أمراء المسلمين من فتنة المال، وأرجو أن تأذن لي بالتوجه إلى مدينة الربذة للعيش فيها، فقد كنت أزورها كثيراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب الخليفة عثمان أبا ذر إلى طلبه بالعيش في الربذة، ثم ترك أبو ذر الخليفة عثمان عاقداً العزم على سفره لمنفاه الاختياري، عاملاً مرة أخرى بنصيحة رسول الله التي لم ينسها طيلة عمره: يا أبا ذر، اصبر حتى تلقاني. وماذا كسبت من سفرك للشام وتركك لي وحدي هنا؟ يا أم ذر، أنا لم أذهب لأكسب لنفسي شيئاً، بل لأقول كلمة الحق وأطالب بالعدل بين الناس. فهل حققت ما أردت؟ نعم، فيكفيني أني قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كما أمرنا الله ورسوله، أما العاقبة فليست بيدي. العاقبة أننا سنرحل عن مدينتنا ودارنا. ستكون لنا دار أخرى في الربذة إن شاء الله. ولماذا لم تطع الخليفة عثمان وتبقى بجواره كما طلب منك؟ لأنه لا يريدني أن أكون مساعدا له في عمله بقدر ما يريد أن يبعدني عن شؤون الحكم. سأنظر من الطارق. أرجو أن يكون رسولا من الخليفة يطلب منك عدم مغادرة المدينة. السلام عليكم يا أبا ذر. وعليكم السلام ورحمة الله. جئناك الآن لتكون قائدنا. قائدكم في أي شيء؟ في عصيان عثمان ومعاوية ومن معهما. ونحن وراءك، فأنت صاحب كلمة مسموعة عند الصحابة والتابعين. لا والله، ما أكون أبدا سببا في تفرقة أمر المسلمين، وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجاهد الظلم بالكلمة لا بالسيف، ولن أخرج أبدا على عثمان بن عفان، فله علي كل الطاعة والولاء. مرض أبو ذر وشعر بدنو الأجل، وعرف أنه سيموت غريبا بعيدا عن داره وأهله. فيما البكاء يا أم ذر؟ والموت حق. تموت وليس عندي ثوب يكفي لي وكفنك فيه، ونحن هنا في الربذة بعيدا عن الديار وفي موضع لا يمر به إنسان. لا تبكي يا أم ذر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وكل من كان معي في ذلك المجلس قد مات في جماعة وقرية، ولم يبق منهم غيري، وها أنا ذا بالفلاة أموت. فراقب الطريق، عسى أن تطلع علينا حقا جماعة من المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم. أترون ما أرى؟ فلنتوقف ونرى ماذا هناك. إنها زوجة أبي ذر الغفاري. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه جثمان أبي ذر. كيف يلقى جسده هكذا على الطريق؟ رحمك الله يا أبا ذر، لقد صدق قول رسول الله فيك: يمشي وحده ويموت وحده
ويبعث وحده.